أيها المواطنون، أيتها المواطنات، إن التضحيات الجسام التي أقدم عليها الزعيم محبوب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية رفقة رجال بررة في سبيل تحرير تونس وتنميتها لا تحصى ولا تعد. أفاق الشعب التونسي اليوم على فجر عهد جديد مشرق، عهد الديمقراطية والحرية المسؤولة. ولكن الواجب الوطني يفرض علينا اليوم أمام طول شيخوخته واستفحال مرضه أن نعلن اعتمادا على تقرير طبي أنه أصبح عاجزا تماما عن الاطلاع بمهام رئاسة الجمهورية. وبناء على ذلك وعملا بالفصل 57 من الدستور نتولى بعون الله وتوفيقه رئاسة الجمهورية والقيادة العليا لقواتنا المسلحة. هذا العهد الجديد أطل علينا بتولي السيد زين العابدين بن علي رئاسة الجمهورية. 7 نوفمبر 87 آمال جديدة تتزرع في قلوب التوانسة. Vous savez, avant le 7 novembre, la loi était bafouée, les institutions paralysées. Je devais bien entendu rétablir l'état de droit. نهارتها تعطاو برشا وعود للتوانسة. فلا مجال في عصرنا لرئاسة مدى الحياة. برشا وعود. وأننا سنعرض قريبا مشروع قانون للأحزاب ومشروع قانون للصحافة. مازال إن شعبنا بلغ من الوعي والنضج ما يسمح لكل أبنائه وفئاته بالمشاركة البناءة. إنه عهد جديد نفتحه معا. فهنيئا لتونس برئيسها الجديد السيد زين العابدين بن علي، وعاشت تونس حرة منيعة أبد الدهر. الرئيس الجديد الثاني أنا كنت الرئيس الأول بعد هوني في هالواحد. ربي يعطيك القوة إن شاء الله ويوفقك لما فيه خير تونس. وعملت برشا حاجات، نعم، حاجات اللي أنا ما عملتهمش. ويا ليتو عملها. من الآخر بونا لحنين طلع حنين كان على جماعته. بوسوا بعضكم. باش نفهموا كيفاش نظام بوليسي راكز 23 سنة جا مادة الأربعة في شهير من زمان. واحد تضرب يا ربي حنا قتلوه. كيفاش فوق المماضة مضمضت له باهي. باش يكون هو نهار على عمار هذا ما فيه حتى كلام. مات صحيح. وكيفاش الشعب قعد ساكت 23 سنة ونهار اللي بتكلم قال كلمة برك. لازمنا نعملوا طلة على قبل. لا خويا بليختني. في عهد 7 من نوفمبر كنا غاطسين في الموف للعنكوش. تحل التلفزة هاوش طلع. وسط أجواء احتفالية الرئيس زين العابدين بن علي يشرف على استعراض أوسو السنوي بسوسة ويطلع على مشاريع تنموية بالولاية. استنادا إلى الخيارات والثوابت التي أرسى دعائمها الرئيس زين العابدين بن علي. تلقى الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه. أكد الرئيس أشرف الرئيس زين واستقبل الرئيس احنا عليك معاملين شرف تونسنا الخضراء في كل الميادين. Vous voyez ce que Ben Ali a fait pour le pays? Tout ça, ouais. Venez voir. Ben Ali, l'architecte d'une croissance économique de 5% par an, un miracle économique présenté sous toutes ses formes. Déjà la Tunisie de demain, la Tunisie de Ben Ali. الكلهم بك فرحانين يا بو تونس لحنين يقولوا لك احنا زين. نساء ورجال متحدين شبيبة ومسنين قولوا لك احنا زين. هنا نشوف الحال الحمد لله بفضل ربي. هنا نشوف الحمد لله
شويه. نعم عندكم ماء، عندكم لا ما عندناش، لا عندنا ضوء لا عندنا مياه لا عندنا شيء. العالم التونسي بعنا تونس اللي في الكارت بوستال وبيت الحس على أحداث الحوض المنجم وغيره. حب تسمع خنارنا حل القنوات الأجنبية. Premier des droits de l'homme, c'est de manger, d'être soigné, de recevoir une éducation. De ce point de vue, il faut bien reconnaître que la Tunisie est très en avance. Zine El Abidine Ben Ali, 73 ans, est au pouvoir depuis 22 ans, et depuis 22 ans, il réprime toute contestation et toute opposition véritable. Il est certain d'être réélu aujourd'hui avec un score soviétique. التونسيون يقبلون بكثافة على مراكز الاقتراع في أجواء من ممارسة الديمقراطية والحس المدني تجسيما لإرادة الشعب في اختيار ممثليه بكل حرية. من بنزرت للمهدية عايشين في حرية. الملاحظون العرب والأجانب يعربون عن إعجابهم بالظروف الطيبة لسير الاقتراع وباحترام شروط العملية الانتخابية. À l'étranger, on vote aujourd'hui en Tunisie. Le président Ben Ali brigue un 5e mandat. Il est arrivé au pouvoir il y a 22 ans, une élection qui n'est qu'une formalité pour l'actuel chef de l'État. Il n'y aura donc pas un candidat unique à la présidence de la République. Pourquoi un candidat unique? Non, alors pas du tout. Nous nous sommes présentés dans les 26 listes, 26 circonscriptions que compte le pays. On a vu invalider 17 de nos listes. Illégalement, nous avons conclu que participer, c'est cautionner à cette mascarade. وكان تعرفوا شنو يقولوا على تونس. فهمني شنو يقولوا معناها كذب وبهتان مش صحيح. خاطر كان صحيح عمرنا ما نرضى بها. وكان تعرفوا شنو اللي قاعد يتقال ويعطيوا فيه للاجانب والله العظيم تحسدوا على تونس. بديت تكثر العينين على تونس وباش يشكب على الناس الكل بونا لحنين عمل كربيسه مشات صحيح من الاول. وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرتنا بإعلان سنة 2010 سنة دولية للشباب. اعتمادا على دعوة فخامة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، أعلنت الأمم المتحدة 2010 سنة دولية للشباب. تعطي السنة الدولية للشباب الدليل على مكانة الشباب المحورية في سياسة رئيس الدولة. برنامج ثري ومتنوع يهدف إلى مزيد تشريك الشباب التونسي في مختلف المواقع. إن شاء الله يكون كل الشباب متفاعل مع الحدث هذايا. يا شباب تونس إنكم عماد الحاضر وأمل المستقبل. الشباب ديجا انفلقت وقتها وكان باش تحاوروا هاوش كش تسمع. هذه يا بلادي ونحكي فيها مانيش مجنون، وين الحرية وقت اللي تمشي تشوف السجون، حكم يخلبس بالفلوس يبيعوا في القانون، وين الصحافة وين الإعلام وين التلفزيون، في كل محل منين تمشي تلقى صورة المعلم، في كياسات شوارع البلاد لحقاش تظلم، وين القراية وين الناس وين كلمة تعلم، شوفوا في الهم والغم وحد ما يتكلم. برنامج الأنشطة التي ستقام وطنيا احتفالا بالسنة الدولية للشباب كانت أمس محل نظر مجلس وزاري عقد بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي. في الحقيقة برنامج الرئيس بعثوه راهز والشبيبة حضروا بروجرام على كيف كيما في ماتش بين المكشخة والهمهامة في أفريل 2010. لحمام الامن صابر خليفه يسدد ولا هدف. نهارتها الشيء اللي شفته انا علاقه بين المتفرجين والامن عمري ما ريتها بحياتي وعمري ما كنت اتصور. عمري ما ريت ايش صار نهارتها. الامن فقد السيطره في المقابله هذيك. والمسؤول الامني ربي يخفف عليه وربي جلال بوزريقه هو ربي يخفف عليه. ما كنتش نرجع المقابله هذيك 3 بلاش قلت مانيش راجع خاطر تعرضت لبرشا ضغوطات واعوان الامن ضربوا قدامي خارجين في البلانكات ما ثماش ظروف باش رجوع. حاولوا معايا بالسياسه قلت كيفاش تبدا والحجر يضرب انا يوصل لي التيران قال لي ابدا وشي يموت في الباقي 35,000 متفرج يخرجوا برا يعملونا كارثه. دخلنا احنا في الجزاء ميطار بالك احنا راجعين نلعبوا قلبوا الدنيا كلها في قلبوا. نزلت تتفرج عرفت كل مرة فما حاجة غلط مش تقول هاي باش تاكل هاي باش تاكل هاي باش تاكل هاي باش تاكل هاي باش تاكل.
كان في الضوء قص هذاك علاش حاكم طفي الضوء خاطر باش معاي كتله كاميراويات لحد شيء يتصور. بديت والنار نشعل في الجرادان طفى الضوء وشعلت الضوء ما لقيت حتى واحد. السيبورتير خارجين اللي هاربين يجريوا والدنيا كلات ببعضها. لين وصلت صحيح عرفت اتفرج عليها. في اخر الماتش نشوف الناس هزينها، الامن هزينه مضروب والمتفرجين هزينه مضروب والمبعوثين عمري ما ريتها صبره وشتيله. انا شفت افريل 2010 قافت كذا ما عادش تتفرج. اللي صار نهارتها في الجرادان وقلت قبل وهنقولها لك انت، انا نقول الشراره الاولى تاع الثوره خرجت من الماتش هذاك. لا 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 الشخص من شحال من واحد فينا ورا القضب مشدود لما حزنا. من الماتش هذا خرجت زاد أغنية إيشاك سمل اللي كان فيها نقد للنظام. الحرية يا العالي كيف نكسبها، حتى الكرة دخلوا فيها أصحاب السلطة ومنها حرمونا العاصمة صارت غمة. بالله فوتونا لجن تصنع أقوى أمة. كما تمناه بن علي عام 2010 كان مليئا بالحوار، الشباب ما قصروش الحق. فيما تزيد تكرر بعضها، المرة هذه سبب البلا هو عمار. عمار الذي يحملونه المسؤولية في حجب مواقع اليوتيوب وديلي موشن وفليكر ومواقع إخبارية متعددة منها الجزيرة نت ومواقع خاصة بمنظمات حقوقية. هو عمار هذا هو شخصية هزلية درامية ارتبطت بشخصية الرقيب. عمار كيلبوت ميرا الوبرة الدقريات يقرمش من كل شي راكتنا بالكوروندا سكر بلوجات حش السيدات بمقصو يدور ما خلا شي في الانترنت. اليوم داير معناه سكروا سكايب، معناه العباد الكل اللي يحبوا يطلبوا امهم وابوهم في تونس سكروا لكم سكايب. بيانتو 1000% باش يسكروا فيسبوك وفيميو وتويتر والدنيا الكل. يبان دي بلوج الشيف عباس على الكويزين مسكر. عاش خفلة طماطم يعملوا بهم ثورة ولا ما؟ Ça c'est mon blog. Es une jeune girl, c'est censuré. خوفي لنهار نلقى الجوجل 404. راجع الانترنت يا ولدي يرحم والديك ربي يهديك. حجمني الفجوة الرقمية وتخرج لي بال 404. تسيب صالح تسيب صالح يا عمار عابدني حتى في الدار لا مخلي لي ليل نهار تصنصر لي في الانترنت. يسيب صالح يسيب صالح. سيب صالح هي الشعارات التي رفعها ناشطون من تونس احتجاجا على سياسة الحجب. كيف تحبوا شطارات تولي تونس 7 يجيو معنا للمانيف دو 22 ماي à 15h اللي اسمها نهار على عمار. حسيلو باش يكون هو نهار على عمار، هذا ما فيه حتى كلام. في البريود هذيك الانترنت بالرسمي تنجم تكملها مرتين، وهكا يكون عمار تسبب في أول عصيان رقمي صار في تونس وحضر التيران للثورة. معكم شريف وياسين اون ديريكت من الباركينغ بتاع الداخلية، المأوى بتاع الداخلية. تو ماشي باش نعملو ديبوزيو الدوموند تاعنا، باش نعملو مش دوموند تصريح بالتجمع المظاهرة تاع 22 باش نعملو أمام أفريقيا. مظاهرة في عهد بن علي، جانا نقول له ثور وهو يقول لي نحبوه. سيبون مازلنا حيين. علاش توجهنا إلى الباب وزارة الداخلية التنمية المحلية قبل 2 أعوام
اسمع هذه برشا وي وبلوس موزايك فام موزايك فام بودكاست. الحدث قالك صيف سنة الانترنت من غير فلوس، بشرى لكل سكان تونس نجموا تدخلوا الموقع مجلة عرفان من غير فلوس. اش مازال لنا في الانترنت خلى فيها عمار 404. لابريس قالت لازم نعلموا حرية التعبير للأولاد في تونس، وانت طفل صغير يعلموك كيفاش تتكلم وكي تكبر يعلموك كيفاش تسكت فمك. في قاعة انتظار جانا سيد بشوش فدك معنا شويه وحكينا له على الانترنت وقال انا عيط له نعم بوك مش فيسبوك، وقالنا يا اخي سكروها الانترنت هي، وصرينا الحاحا ان نشوفوا مكتب الضبط. يا اخي ما قصروش، قبطوا لنا زوج من الناس قالوا احنا مكتب الضبط وانا جيناكم، وقعدنا في الشارع هذاك اللي بحث وزاره الداخليه نحكيو. بعد مشي وجاي وتتليف جرة وقتلين غرزة وبيعان بلفتة ودزين نح، أخيراً دخلوهم من الباب وخرجوهم من الخوخ. دونك عندك الكرة بين الكرة هكاك؟ لا ما تفهمش. ما تقارش. مونتاج عمار هذه قصة بعض. بعثنا 3 جوابات، واحد إلى السيد ولي تونس، واحد إلى السيد وزير الداخلية، واحد سيد مدير العام الأمن الوطني، وبعثناها جميع الجرائد التونسية بالفاكس وعن لي زاكوزي نتاع الفاكس باش من بعد ما نتهموش بتشويه صورة البلاد والاستخباب الأجنبي وكيف بكم كلمتوا كذا. وهنا بعثنا الجرائد التونسية وإن شاء الله تكون عن حرية التعبير اللي أكد عليها السيد الرئيس في خطاباته الكل. هذه قصة بالحق عمارة. نزاد فيه طفل اسمه عمار، بسم الله المانع الستار، لا يرقد لا ينام لا ليل مع نهار، يهارج ويمارج يطير وينقز وكي تقول له اهفت يطوال ويقصار، يقص ويفصل يقص ويفصل متر ومقص، لا يهضمه كسكسي ولا يهضمه خص، كي تقول له بارتاجي يقول لك واش خص، وكي تقول له انيوري يعطيك بالمقص. حبينا نحكي لكم علاش عملنا المانيفستاسيون هذه، كيفاش باش تصير في باريس وفي البلدان الاخرى ابار تونس، على خاطر تونس سافايت بارتيكولير. اليوم زاد باش نحاولوا نجيبوا لوسي او بما يعبر عنه بعبد المدثر اللي باش يلاحظ اللي هما ما خلاناش نمشي. بطبيعة الحال لازم نلقاو عبد المنفذ عنده برشا شجاعة. علاش شجاعة يعني؟ ماناش نعمل في حاجة خارجة عن القانون. اي خدمة باش نخلصوه. بالله باش انترنت يجيكم فاتورة من بعد اي نتاع العدل المنفذ. الناس كلها فرانك كل واحد وتخلص. لا ما تبعثولناش فلوس، كل جمعة تبرعات بدون رخصة. دونك احنا نقدموا رخصة جمعة تبرعات. لا اما لازم نخلصونا لازم تخلصونا كعبة بيرة. ما تقولش بيرة. جاعة. احنا مش نقعدوا نتلموا الناس كل لا اجتماع غير مرخص باش نتلموا الناس كل يخلصوا كيكا. باهي نحكي في الموضوع هذا من بعد. باهي سنعود وراس الحنينة. رغم الغراقيل الجموع ما رخدش، فما بدلوا السيستم. مرة هذه من الكورس بروفيسيونيل اتصلنا بأهل الفكر فسرونا الموضوع اللي عملناها الله يجونا معنا واحد ثالث يكون مسؤولين عن التجمع. دونك لقينا العبد الثالث هذايا عالسلامة. خدم لكم لينا امبارح نص النهار عاودنا كتبنا الإعلام بطريقة قانونية بعد ما ولاد استشاروا الناس اللي تعرف، كتبناه بعد مشينا نحضروا في التيشيرت. ظننا تفهمنا انه فكرة حلوة لو كان كل واحد يجي لابس فهمتني تيشيرت الابيض نتاعو وبعد كي نجم يكتب عليه، ولا اللي عنده وقت باش يطبع تيشيرت فيه الميساج. كنا عند اللي يعمل التيشيرت ظهرت الحكاية نتاع الرقابة في التيشيرت نوع آخر، مش نسألكم كيفاش تصير الحكاية. أي ما قبلوش التيشيرت اللي مكتوب عليه في خدمة الحق. وقت وريناه له قال لازمني نشاور، نسمى رقابة ذاتية مش كما في الانترنت. قعدت نحكي معاه شوية ما نجمتش نقنعه، فسرت له شنو معناها المظاهرة اللي باش نحبوا نعملوها وكل شيء. ظهر لي كي تفجع شوية. قال لي لا لازمك ترخيص من عند وزارة الداخلية. سيد صالح قلقته لأسباب
ظهرت له كلمة زايدة. هي شوية. عمار السيب صالح رك مرغتنا في الطبحة كيطلع مقصك فالح سكر تعاسة 7. نشكروا سورتو سليم وياسين والجماعة اللي عاونوهم الكل في تونس خاطر هما اللي خدموا الخدمة. لينا عزيز هي أهم حاجة جوستومون هي المانيفستاسيون تاع تونس وإن شاء الله تكون ناجحة وإن شاء الله تكون برشا. كان عندي رونديفو مع سليم وياسين حكاية 10:30 تاع الصباح كي مشيت باش نشوف ولاد ما لقيتهمش وين ما باش نشوفهم. تليفونات يا مسكرين جملة يا التليفون محلول بوندون 1 أو 2 ينقص حتى نوصل للفان دابيل وما فما حتى شيء. الزهر الولاد يختفي وقبل 24 ساعة من سيمفوني مش مظاهرة التجمع بالتجمع السلمي اللي احنا كتبنا الاعلام تاع التجمع بكل معناها تبعنا القوانين التونسية كل والدستور وكلمنا ناس تعرف وكل شيء بعد ولاد يختفيو هكاكا سي با نورمال. باش ما نعطيوش عمار علاش يتسبب لنا ومين يشدنا عملنا مشكلة بحيث ما نجيوش ما نجيوش. مش لازم تجيو نهار السبت هذا. عمار يا حمار كولك شي حل بروكسي تعمل شيكو بحديد يا ورانا مكونكتين. اختار بعض الشباب في بلدان المغرب العربي طرقا للاحتجاج تبدو مبتكرة وطريفة. في تونس اجترح الشباب أنماطا غير تقليدية للاحتجاج على تقييد الحريات واعتقال الصحفيين وحجب مواقع الانترنت، حيث بات لافتا ظهور مجموعات من الشباب في فضاءات عمومية مرتدين ملابس بيضاء وشعارات بسيطة تفضح ممارسات السلطة. أستاذة لينا، شاهدنا في هذا التقرير ما معنى الفلاش موب، لكن نود معرفة متى بدأ هذا الأسلوب الاحتجاجي في تونس ومن الذي يقف وراءه؟ الحقيقة هذه أول مرة في تونس يقع المحاولة بالقيام بفلاش موب مهتم بالشأن العام. الفلاش موب حقق هدفه نسبيا رغم تعرضه للمنع، فقد لفت انتباه الناس لعملية الحجب. الجماعة في بالهم طاح الكيف على ظل والحكاية ما تتفهم. هم الحساب تحت التوت أخوي. نصلح ديما سنعود. في القضايا هذه الكل كانت فما قضية لامة شرايح المجتمع الكل، ماهيش كورة، ماهيش سياسة، وماهيش حرية تعبير. تونس أيضا الإسلام يضطهد فيها. تونس بلد إسلامي من 14 قرن، اليوم بسبب عرضي هو الربط بين حركة سياسية اسمها النهضة وبين دين هو دين لكل التونسيين. عنيف 3 طالبات محجبات بأحد المعاهد التربوية العليا بتونس العاصمة وتهديدهن بالطرد ما لم تتخلين عن حجابهن. الحجاب في تونس ممنوع بقرار إداري رقم 108. يذكر أن المنشور الوزاري عدد 108 الصادر قبل 28 عاما يمنع ارتداء ما وصف باللباس الطائفي من قبل كل الطالبات والمعلمات والأساتذة والموظفات في القطاع العمومي. ومن هنا أصبحت الصلاة في تونس وهي البلد العربي الوحيد أصبحت الصلاة عنصر تصنيف، هذا إرهابي وهذا غير إرهابي. قلت بالحرف الواحد: الحمد لله الذي رفع الغشاوة عن أعين هذا البلد المسلم وأرسل له هذا الرجل الذي سيعيد للإسلام مكانته ومجده. قلت هذا الكلام قلت هذا الكلام. لم أقل هذا الكلام. أنت شاهد حاضر. طيب. لم أقل هذا الكلام. نعم. ولكن قلت ما يشبهه. طيب. نعم. قلت بأن لي ثقة في الرئيس بن علي، بأن ثقتي في الله سبحانه وتعالى، ثم في هذا هذا المصحف صادر عن الجمهورية التونسية. وأنا سعيد ونقول للرئيس ثانك يو فيري ماتش. وأنا نعرف أيضا ونقول الآن حرم الرئيس السيدة ليلى بن علي، أنا نهنيها بفوز زوجها بالانتخابات. أنا عارف من معلومات مختلفة منها الرئيس إنه بناتها
معلمتهم كما وقت الطعام، كما وقت المدرسة، كما وقت الصلاة. كيفاش تحفزها؟ شوف بوك جاب لي قال له I speak very well English. I look forward to talking to you about the need to have a press corps that is vibrant and free, as well as an open political process. There's a lot we can talk about. والآن إلى خبر شغل العالم خلال الساعات الماضية، وهو وثائق الدبلوماسية الأمريكية التي نشرها موقع ويكيليكس. وتصف إحدى وثائق الدبلوماسية الأمريكية تصف تونس بالدولة البوليسية، وتقول إن لديها مشكلات خطيرة في مجال حقوق الإنسان. وتتضمن تسريبات ويكيليكس أيضا أن التغيير الجوهري في تونس مرهون بمغادرة الرئيس زين العابدين بن علي. نوفمبر 2010 بعد ما ويكيليكس فرت مسار النظام على برا، الجنرال يتوجه للرئيس ويزيد على مرمتها. نشوف في اللحلش تهرب في نسال ما تحاسبين زعما ترضاها لبنتك عارف كلامي بك العين. في آخر أيامات النظام برشا أصوات اترفعت، أصوات من الخارج، أصوات من الداخل، وأصوات من داخل. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد وزير، هو مش سهل باش تنقذ النظام من عقر منزلي. سيد وزير المالية سي رضا شلغوم، الثقل هذه الثقل هذه القرارات. نحب نبلغ سيد الوزير الأول بفرحنا على القرارات. يوم السياسة خير قديش سيد الرئيس تكلم من مرة على الخطاب والحوار مع الشباب، والشباب ما هو فيه، ما ثماش حوار مع الشباب، مش بالحق. الشباب استنفذوا الحلول الكل باش يطلبوا التغيير عقب حل واحد. ما تمسش السيستم، لا يضربك الضوء. ملتقانا في الحلقة الجاية. لقد تابعت بانشغال ما شاهدته سيدي بوزيد. الشباب ماهوش لاقي حد يفهمه ويتكلم معاه باللغة اللي هو يتكلم بها. We have a message to the Tunisian people. لا توجد ثورة في تونس، توجد احتجاجات شبابية. أعمال العنف والتخريب والسلب التي قامت بها مجموعة من العصابات الملثمة. سيطبق القانون على هؤلاء بكل حزم. إنما بن علي اللي كنتوا تعرفوه انتهى، توفى. والنظام في تونس نظام قوي. ونسمعوا الشعارات على سيد الرئيس، علاش توصلنا نروح للشيء هذا؟ نتابع معا من هذا النغم الوطني لسونيا مبارك ثم نواصل. نغم وطني سونيا مبارك زاد مرة أخرى. احنا ليش نحالفين لخير الدنيا تشوفونا، حتى لو كان رحنا نوفيل جينيراسيون تجيكم بنفس العقلية يحاربوا العدوان اللي فيكم.